المنبه بيرن الساعة 5 الفجر، عيون تعبانة بس قلب صاحي. محمد قبل 3 من أحلى الأولاد، بيفتح عينيه على يوم جديد في شغله كمندوب توصيل في بوسطات. قبل ما يخرج من البيت بيجمع ولاده ال3 على السفرة. يلا يا حبايبي، الفطار جاهز. عينيه بتلمع وهو بيبص لكتبهم. عندكم امتحانات النهاردة صح؟ أيوة يا بابا، ردوا كلهم في صوت واحد. طيب افتكروا، مش عايز غير تركيز وثقة في نفسكم، وأهم حاجة ادعولي زي ما أنا دايما بدعيلكم. خرج للشغل وقلبه معلق في عياله. النهاردة شحنته مختلفة، في كل طرد حكاية وفي كل توصيلة دعوة. وقف قدام باب شقة في الدور الخامس، دق الجرس، فتحت له ست كبيرة عينيها مليانة أمل. الطرد ده يا ابني ده مستقبل ابني، منحة دراسية في أوروبا. حضنت الظرف بإيديها المرتعشة ودموع الفرح في عينيها. ربنا يكرمك انت وعيالك زي ما فرحتني النهاردة. وسط زحمة الشارع رن موبايله. بابا، الامتحان كان حلو قوي، حسيت ان دعواتك كانت معايا طول الوقت. ابتسم محمد وقلبه بيرفرف من الفرحة. مش مهم التعب اللي في ظهره ولا الشمس اللي حرقة وشه، المهم إن دعوات الناس بتوصل لعياله. في آخر اليوم رجع البيت تعبان بس سعيد، لقى أولاده مستنيينه عايزين يحكوله عن يومهم وامتحاناتهم. إحنا في بوسطة مش مجرد مندوبين توصيل، إحنا بنوصل الأمل، بنوصل الفرحة، بنوصل المستقبل، وفوق كل ده بنوصل الدعوات، عشان اللي بيشتغل بضمير وحب ربنا بيكرمه في عياله، واللي بيزرع خير بيحصد دعوات. دي مش مجرد شغلانة، دي رسالة. مش بس بنوصل طرود، إحنا بنوصل قلوب لبعضها. وزي ما احنا في بوسطة بنوصل طرودكم بكل حب وأمانة، ياريت توصلونا بدعواتكم. اعملوا سبسكرايب للقناة عشان تتابعوا كل جديد، وشاركونا قصصكم في الكومنتات. خليكوا فاكرين، الخير اللي بتعمله ديما هيرجع لك.